السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم وتحطوا له لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. يلا بينا نبدا الفيديو. بصوا بقى النهارده الفيديو بتاعنا حلو قوي، ان شاء الله يعجبكم. والفيديو كله يعني في المطبخ. عملت كده اول حاجه حضرتها معاكم الغدا. بصوا هنعمل بقى شويه فته، بصوا عسل كده يستاهلوا بقكم. جربوها ان شاء الله، الشوربه والفته بالطريقه اللي هقول لكم عليها ديت، وبجد يعني هتاكلوا اطعم فته واحلى فته هتدوقها ان شاء الله. وجربوها كده ان شاء الله وقولوا رايكم في الكومنتات، باذن الله تعجبكم جدا. بصوا بقى اول حاجه كده اللحمه، ايه قلت ادلعها شويه كده النهارده بجد بالطريقه دي تبقى تحفه. بس انا بستسهل يعني السلقه على طول، لكن هي بالطريقه دي بتبقى طعمها حلو قوي. اللحمه والشوربه بتاعتها بتكون بصوا مسكره كده عسل، يعني تشربوا منها كده ما تزهقوش. بتكون طعمها حلو قوي. حطيت بقى اول حاجه ايه يعني نص معلقه سمنه كبيره كده، ورحت نازله باللحمه. وكنت عامله بقى في الكبه بصلايه وطماطميه مع بعض، ضرباهم هما الاتنين. بصلايه وسط كده وطماطميه وسط، وضربتهم هما الاتنين مع بعض في الكبه. وحطيت اللحمه ورحت حاطه البصل بالطماطم دول عليهم، وبص وافضل اقلب بقى ايه يعني لحد ما تنزل الميه بتاعتها كده وتشربها. اثناء ما انا بقلب كده بقى اكون حطيت ايه شويه فلفل اسود، وشويه بهارات مشكله اللي هي ورق لوري وحبهان و... اللي هي التوابل المشكله مع بعض. بص ورق لوري وقرفه وحبهان وروزماري تقريبا وكبابه الصيني، بيكون مجموعه توابل كده مع بعض بجيبها يعني ناشفه من العطار، وبطحنهم انا في البيت، بتكون بجد ريحتها حلوه قوي. هنحط بقى على اللحمه كده اللي انا حطيتها دي التوابل المشكله اللي بقولكوا عليها. وحطيت كمان شويه فلفل اسود، وهحط بقى كيس اجينو، وافضل اقلب بقى لحد ما تنزل الميه بتاعتها كده ونلاقي لونها اتغير وشربت الميه بتاعتها. هكون انا غاليه ميه. اول ما نلاقي شربت الميه بتاعتها كده اروح نازله بقى بالميه اللي غالياها ديت. لازما نضيف لها ميه مغليه. ما ينفعش يعني بعد ما نديها صدمة كده على النار ننزل عليها بمية ساقعة، لا ما ينفعش، لازم مية سخنة. بصوا خلاص كده كنت شوحت اللحمة بقى وحطيت عليها المية اهي. شايفين اصلا بقى لون الشوربة عامل ازاي لسه من قبل ما تغلي ولا اي حاجة. لونها كان حلو قوي شكلها، وبجد طعمها كان عسل. جربوها ان شاء الله تعجبكم قوي. طعمها والله يعني تحسوا عامل كده زي اللحمة بتاعة الافراح وكده. خلاص كده بقى دلوقتي هغطيها، هي كده خلاص مش ناقص لها غير الملح بس. لما خلاص يعني يعتبر تكون استوت كده، فاضل لها مثلا 10 دقايق كده ولا حاجه واطفي. بضيف لها الملح بقى تغلي كام غلوه كده بالملح وبطفي عليها. دلوقتي بقى هعمل الصلصه. بصوا حطيت معلقتين سمنه كده او معلقه كبيره كده مليانه. تسخن بس تسيح كده، وهنزل عليها بالثوم. توم عادي دقة عادي كده. هقلب بقى التوم فيها لحد ما ياخد لون دهبي حلو، وبعدين اضيف له شويه خل وشموا بقى الريحه. بجد ريحته اول ما ينزل بالخل كده ريحته تحفه. انا التوم بالخل ده بقى باخد منه شويه. بعمل الرز بتاع الفته بقى بعد ما الرز يستوي عادي، بروح ضيفاله شويه التوم بالخل دول. بص بيودي الرز في حتة تانية خالص. الرز من جماله ممكن تاكليه كده حف من غير اي حاجة، من غير صلصة ومن غير عيش بقى ومن غير اي حاجة. هو اول اصلا ما تحطي التوم بالخل دول على الرز كده وتقلبي، تلاقي الريحة بقى كده ايه ما شاء الله ما اقولكيش. اجربوها بقى بنفسكم وقولوا لي رأيكم ان شاء الله تعجبكم. بص بقى ضفت الخل اهو، اغلي بس غلوة كده اروح واخدة منها شوية. اهو شايفين هرجع اخد شوية كمان. ودول بقى ضفت عليهم يعني حاجة بسيطة خل تاني كده، ورحت ضايفة الصلصة. الطماطم يعني مش صلصة، دي طماطم ضربها عادي في الخلاط ومصفيها طبعا من التفل بتاعها. واضيف بقى شوية ملح وفلفل وشوية بهارات مشكلة وكيس أجنو، وبس كده. وغطيت عليها ونقلتها برضو على عين تاني. ودلوقتي بقى هعمل الرز. حطيت بقى حلة كده على النار، حطيت فيها شوية الزيت يسخن. هنزل بالرز، اسهل حاجة بقى الرز، هي الفتة يعني
عامة كلها كده مبتاخدش وقت، بتتعمل على طول. رز بقى ابيض عادي خالص كده، حطيت الزيت وحطيت الرز. هنزل دلوقتي بكيس اجينو وشوية ملح وبس، واشوح فيه بقى لحد ما يشرب المية بتاعته كده. يعني تحسه نشف كده وبقى بيشخلل كده شوية بس. وبعدين اضيف له المية بتاعته. المية دوبك تكون مغطية الرز، يعني مش عايزينها كتير عشان الرز طبعا بتاعنا ما يتعجنش. بص يا دوبك يكون متغطي زي ما انتوا شايفين كده بس. واغطيه بقى واسيبه اول ما يتشرب المية بتاعته اروح مغطيه عليه واسيبه بقى لحد ما يستوي. وبعد ما يستوي خالص بقى ونطفي عليه، هضيف له بقى زي ما قلت لكم توم بالخل. دلوقتي بعمل سلطة فتة، طبعا اساسي جنبيها السلطة، يعني ما ينفعش فتة من غير سلطة. قطعت بقى الاولانيين دول شوية بقدونس صغيرين كده، وابتديت اقطع الطماطم. آم، انا على فكرة ما بحطش في السلطة خضرة، بس قلت يعني احط لها عودين بقدونس كده وبجد ده طعم حلو قوي. لكن انا عامه بعملها من غير خضره خالص، مش بحب يعني فيها الخضره. بس قلت يعني ممكن تبقى حلوه مع الفته كده البقدونس. هما عودين بس خدتهم كده قطعتهم زي ما انت شفتوا. قطعت الطماطم وابتدي بقى دلوقتي اقطع الخيار كده والفلفل والبصل. الخيار بقى الصغنن ده بجد بيكون طعمه مسكر وحلو قوي. انا بحب الصغير ده يعني. لو ما بلاقي الخيار الصغير ده بجيبه، ما بفضلش يعني الكبير. الكبير بتحسه بيكون فيه بذر كده ومش عارفة، لكن الصغير ده بيبقى جميل قوي. وهقطع بقى الفلفل ده. بص والفلفل ده جبار، حراق قوي قوي، مش عارفة ليه حراق قوي كده، بس انا عامة بحب الفلفل الحراق. انا لو جبت الفلفل وطلع بارد يعني يعتبر ملوش لازمة بالنسبة لي. بحب الفلفل الحراق يعني. ده بصوا حراق بالزيادة يعني. جت حتة في بقي كده بصوا خلت بقي كله بقى مولع. بصوا كده قطعت الخضار بتاعي كله زي ما انتوا شفتوا كده. والبصلية خدت منها جزء صغنن خالص، مش بحب فيها البصل كتير، يعني حاجة صغيرة بس تديها الطعم كده. وحطيت لها بقى شوية ملح وكمون بس. السلطة مش بحط لها اي حاجة تاني، وملح وكمون. والعيش بقى اللي وريتلكوا ده انا حطيت له شوية شوربة وبليته كده عادي شوربة وغطيته لحد ما طري. وغرفت بقى الاكل كده وكده الحمد لله كنت خلصت الاكل بتاعي. نتغدى بقى ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. ايه رأيكم بقى في الاكل؟ اللحمة هي شكلها جميل والشوربة كانت عسل. جربوا بجد تحطوا عليها اجينو، بجد بيفرق في طعمها يعني 180 درجة. بيخليها تبقى مسكرة قوي كده وتبقى طعمها حلو قوي. بصوا المطبخ بقى، يعني مش قادرة اقول لكم عامل ازاي، انتوا شايفينه بنفسكم. ما كانش فيه حتة ما فيهاش مواعين. كل المطبخ متبهدل. اول مره المطبخ بتاعي يوصل يعني المرحله دي، يعني المواعين دي كده كانت كتير قوي. اول مره يوصل للمرحله دي كده. انا كان المفروض اغسل المواعين بالليل، للاسف يعني جيت بالليل تعبت ما قدرتش خالص. انتوا يعني كنت قايله لكم ان انا تعبانه اصلا وباخد علاج وكده. بصوا باجي بالليل دي بعد ما باكل ببقى خلاص مش قادره اتحرك. فللاسف ما قدرتش اغسلهم بالليل، يعني انا كنت قايمه اغسلهم، جوزي جه من الشغل وجي خلاص كسلت وقعدت. قلت بقى خلاص اغسلهم الصبح. قمت بقى الصبح قلت اول حاجه كده احضر الفطار. نفطر كده وصليت بقى، كان الظهر والعصر والمغرب كمان كان اذن. قلت يصلي كده الاول بعدين اخش بقى على المطبخ. كان المطبخ بقى يعني بجد ما كنتش طايقه شكله خالص. وكنت شايله هم معين جدا مش عارفه ابدا منين. قلت لا كده سمي بالله ويعني واي اكل كده في الاطباق واي حاجه ابتدي كده افضيها الاول. بحب كده اشطف المواعين كلها، يعني المواعين كلها اشطفها واحطها بره على الرخامه كده وابتدي اغسل بقى واصفيهم كده. ابتديت بقى اي اكل كده او اي حاجه اعبيها في العلبه بتاعه الجبنه دي، انا كنت هرميها يعني. ابتديت بقى اعبي كل الاكل والحاجات كده اللي فيها. وفضيت الحوض يعني وشطفت الحلل والمواعين كلها. وحطيتهم بقى كلهم على الرخامه اوريهم لكم دلوقتي بعد ما شطفتهم. بصوا الرخامه كانت مليانه. انا قعدت والله في المطبخ من الساعه 6:30
للساعة 8 تقريبا او 8:30 وانا بغسل في المواعين بس والرخامة والبوتاجاز وكده، يعني قعدت حوالي ساعتين. غير بعد ما خلصت بقى عملت غدا بس ما صورتوش، يعني كنت عاملة مكرونة وكنت عاملة بانيه كده زي الشاورما، وعملت سلطة بس مش ما صورتوش يعني معاكم. ده الفطار اهو. كنا فطرانين فول، وكنت عاملة بيض، وكنت عاملة جبنة بطماطم كده، وكنا فطرنا يعني. والفطار ده فاض، انا بقى حطيت الفول على البيض، قلت يعني ابقى اسخنه لهم بكره يفطروا بيه، وابقى اعمل لهم اي حاجه تاني جنبيه. الفول بالبيض اللي هو بسمنه ده بيكون طعمه حلو قوي. انا اصلا النهارده قلت لهم كده يعني اعمل لكم فول على بيض. بنتي قالت لي لا مش عايزه فول على بيض، عايزاه لوحده. وفي الاخر بقت بتعمل سندوتشات تحط فول وعلى بيض وتاكل. قلت لها ما انا كنت اعملهم لكم على بعض على طول، قلتي لا. فانا فضيتهم كده، قلت ابقى اسخنهم يعني بكره واعمل بقى جنبيهم اي حاجه تاني كده للفطار. بجد وجبه الفطار دي يعني المفروض تكون يعني اهم وجبه عندنا، او يعني وجبه اساسيه زي الغدا كده. انا للاسف مهمله في وجبه الفطار دي جدا يعني. قليل قوي اصلا لما بنفطر. انا على طول ببقى يعني بصحى من النوم للاسف متاخر، بنام متاخر. بستنى يعني لحد الصبح ما بناتي يمشوا على المدرسه، وبنام تبقى الساعة مثلا 7 7:30 الصبح كده، عارف أيامي كده. فعبال ما بصحى بقى بيكون بعد العصر، هي الساعة 3 3:30 كده. فبيكون يومي متلوت بصراحة، نفسي اظبط نومي قوي. يعني ارجع اصحى بدري تاني. فزي ما بقولكوا بقى بصحى متأخر كده، مفيش بقى وقت للفطار. يعني انا النهاردة لولا كنا بايتين في الشقة اللي تحت، فاول ما صحيت من النوم كده قلت لا اعمل لهم فطار يفطروا كده الاول، عشان انا عارفة ماتش المواعين اللي كان عندي ده هياخد وقت. قلت لا، وانا كمان عشان يكون فيا طاقة كده اقدر اعمل. قلت اول حاجة نفطر كده واخش بغسل مواعين واحضر الغداء براحتي. فزي ما قلت لكم بقى غسلت اول حاجة كده المواعين بتاعتي كلها، وخليت المطبخ زي الفل كده عشان بعد ما اخلص. وابتديت بعمل الغدا. انا بحب اعمل الغدا كده على يعني نظافة وعلى رواقة كده، ما يكونش المطبخ بتاعي متبهدل او فيه مواعين. لا، ما بعرفش اعمل اي حاجة. يعني انا عملت الفطار بالعافية كده. لكن اكله كده في البهدله دي لا. لازم أن يكون الحوض عندي نضيف والبوتاجاز نضيف. يعني انا عارفه اعمل اكل، بس لا صبنته كله غسلته زي ما تشوفوا معايا في الفيديو كده. وعارفه ان هو يتبهدل تاني، بس ما بعرفش اعمل اكل والبوتاجاز يكون متبهدل ابدا. ده يعني على طول الحمد لله بتلسع وكده، بسبب ان الاكل على البوتاجاز، ولو وقع حاجه عليه روح مسحاه، والاكل على النار. فعلى طول بتلسع بسبب كده. نفسي ابطل العاده دي والله، بس ما بطيقش يعني اشوف البوتاجاز متبهدل خالص. انا بقى باركولي اخيرا الحمد لله. جبت قماش الملايات اللي كنت قايله لكم هجيبه ان شاء الله. جبت طقمين ملايات بالكفر لحاف. بس انا وديتهم يتخيطوا ان شاء الله. اول ما اجيبهم هوريهم لكم. يعني ببتدي اجيب شويه حاجات كده عشان الشتاء ان شاء الله. اما اجيب كل الحاجات يعني اللي انا عايزاها ابقى اعمل لكم فيديو مشتريات كده، كل الحاجات مع بعض. جبت زي ما بقول لكم ملايتين بالكفر بتاعهم، الملايات اللي هي العمرية ده. جبت طقم الملايات العمرية، وطقم تاني الرسمة اللي هي بتاعت ايكيا. ان شاء الله يعجبكم. وبصراحة ما كانش عنده رسومات كتير، بس يعني انا كذا مرة اروح عشان اجيب ملايات وما يعجبنيش حاجة. فقلت لا يعني، رحت كذا مرة قلت لا هجيب بقى وخلاص. هو كان بيقول لي هو سوق عندنا كده بيكون يوم التلات، يعني ما بيكونش موجودة الا يوم واحد بس. كان بيقول لي ايه يعني، قال لي تعالي التلات الجاي هنجيب رسومات جديدة وكده كتير يعني. فقلت لا مش هعرف يعني، مش كل اسبوع اروح كده وفي الاخر ما اجيبش. قلت لا هجيب رسمتين كده كده، انا عايزة اجيب تاني يعني. قلت شوية كده ابقى انزل اجيب تاني للسرير بتاع الكبير وسراير الاطفال. فجبت الاتنين دول كده ان شاء الله يعني مؤقتا. هما رسمتهم جميلة، رسمة فلوري ورد كده وحاجات شبيهة شوية للحاجات التركي، الالوانات بتاعة التركي والورود والحاجات دي. وجبت التانية رسمة ايكيا العمرية بقى، اللي هي الرسمة اللي بقولكوا ورد وكده دي. المتر بتاعها كان عامل 48 جنيه.
بتاعة ايكيا كان المتر بتاعها عامل 33 34، يا هو كان حاجة وتلاتين كده في الرينج ده. ووديتهم بقى ايه يتخيطوا، وجبت لهم كفر، كل ملاية جبتها بقى جبتها يعني بالكفر بتاعها. وديتهم بعد الخياطة تعملهم، يا ريت لي يعني ممكن تخلصهم ان شاء الله على يوم الخميس. انا اول ما يخلصوا باذن الله، اول ما يخلصوا هبتدي بقى امسح معاكم الشقه اللي فوق كده. انا مستنيهم بس ما يخلص عشان عايزه امسح كده واروح فرشه من الملايات الجديده دي. اول ما يخلصوا بقى باذن الله امسح الشقه معاكم بقى مسحه الشتا، مسحه عميقه كده. ونعمل كذا حاجه مع بعض فوق. الدواليب عايزه اعملها، وفي كذا حاجة يعني كده عايزة تتعمل ان شاء الله اعملها معاكم. يعني ممكن ان شاء الله نبدأ الاسبوع الجاي، من اول الاسبوع الجاي كده ناخده بقى كله تنظيفات كده وحاجات. عشان انا في حاجات كتير قوي عايزة اعملها. الشقة اللي فوق عايزة اخلص منها الاول، اطلع الشتوي واطبق الدولابين بتوعي بتوع الدولاب الكبير ودولاب الاطفال، وامسح الشقة كده. وعايزة اغير برضو نظام السرير بتاع اوضة النوم، ويعني والشقة بتاعتي اللي فوق اخلصها كده، وابتدي بقى في الشقة اللي تحت. السجاجيد عايزة تتغسل، والمطبخ عايز يتعامل، وهجيب كده شوية حاجات في الغرفة بتاعة الركنة. هجيب كنت قايله لكم هجيب اللي هي نسيت اسمها والله. اللي هي اللي هي الاباجوره اللي هي الطويله ديت، زي بتاعه ايكيا كده بس يعني رسمه تاني. هجيب واحده ان شاء الله في غرفه الركنه، وهعمل كوشنز ورانر، اكياس يعني للكوشنز والرانر. فهعمل شوية تغييرات كده في غرفة الركن ان شاء الله برضو بإذن الله تعجبكم جدا. وبرضو عايزة اجيب حاجات للمطبخ كده، عايزة ابقى انزل في يوم العتبة واجيب حاجات للمطبخ، بس يعني للأسف عايزة يوم اقوم بدري كده. حاول اقوم بدري ان شاء الله واروح. ولو عرفت ان شاء الله اصور لكم وانا هناك هبقى اصور لكم. بصوا بقى يا حبيبي، المواعين كنت خلصتها وعملت البوتاجاز زي ما شفتوا كده. بصوا غسلته ازاي، وارجع اعمل عليه اكل تاني وبهدله. وغسلت بقى الحاجات اللي على الرخامة دي كلها، مسكتها لمعتها كده. وغسلت الرخامة اهيت زي ما انتم شايفين. الجزء التاني ده فاضل بقى الجزء اللي عند الحوض ده وخلاص. انا عايزة كمان اجيب ستيكر للرخامة، عشان بص شايفين من هنا متجرحة ازاي. عايزة اجيب لها بصراحة ستيكر، وعايزة اجيب للحيطة دي تغير بقى اللي عليها ده من ساعة رمضان، فعايزة اغيره. يعني في حاجات شوية حاجات كده عايزة اجيبهم من المطبخ ان شاء الله. بصوا بقى، انا غسلت الصفايه ديت وغسلت تحتها بالسلك كده ونشفتها يعني، ورحت مرجعاها تاني. هغسل بقى الفوم الحجري ده بالفرشه. اغسله كده بالفرشه، وبعدين اغسل الرخامه والحوض، وخلاص كده الحمد لله يكون المطبخ بتاعي خلص وانا خلصت معاه. انا داخله المطبخ الساعه 6:30، اول ما خلصت وعملت بقى الغدا وهعمل دلوقتي معاكم عصير موز باللبن. وخلصت يعني وكده وخرجت، كانت الساعة حوالي 10:30. شوفوا بقى كل ده وانا واقفة في المطبخ حوالي 4 ساعات اهو. كنت بصراحة تعبت قوي، بس يعني الحمد لله ما بخلص كده والشقة عندي تكون نضيفة والمطبخ بصراحة ببقى مرتاحة يعني. يعني عكس ما يكون عندي حاجة، لا بحس ان انا قاعدة يعني مش مرتاحة كده، لا في حاجة غلط، في حاجة. او بصوا بقى الراديو ده، بصوا يعني روحي كده في المطبخ بجد لو اتطفى 5 دقايق بحس في حاجة غريبة كده، احس ان انا مش مرتاحة. انا مشغلة طبعا على طول على اذاعة القرآن الكريم، بجد بيدي روح حلوة اوي للمطبخ. بص لو شغلتوه وتعودتوا عليه في المطبخ مش هتعرفوا تقفلوه خالص. انا مشغلة 24 ساعة. لو اتطفى زي ما بقولكوا كده يعني فيش هتهز كده، او اتطفى او حصل حاجة، احس في حاجة غريبة كده في المطبخ. بحب بصراحة إذاعة القرآن الكريم أوي، المحطة بتاعة إذاعة القرآن الكريم. بصوا بقى يا حبايبي، دلوقتي هعمل معاكم كده عصير موز وكده الحمد لله يكون الفيديو بتاعنا خلص. هعمل دلوقتي معاكم العصير. بصوا بقى ده لبن حليب يعني، حطيت عليه سكر، وبصوا هحط شوية مية حوالي كوباية. والمفروض اصلا انا بعمله بلبن خالص، بس للاسف كان عندي كيلو تاني وجيت اغليه لقيته باظ، كنت هاخد منه يعني واكمل.
فللاسف لقيته باظ. ان شاء الله طبعا انا مش هرميه، هعمل معاكم بكره بيه حاجه ان شاء الله، معجنات يعني وكده، وهشاركها معاكم ان شاء الله. حطيت بقى زي ما بقولكوا كده، يعني انتوا لو عندكم حليب حطوا حليب كله، ما تزودوش ميه، وحطوا علبة زبادي زي ما انا حطيت كده. يعني بصوا، هنعوز حليب، زبادي، سكر، حطيت حوالي كوباية مية لو عايزين تزودوا مية، والموز. بس هما الاربع مكونات دول، وابتدي بقى اضرب بالهاند بلندر كده. بجد كان طعمه تحفة تحفة، كريمي كده وطعمه حلو قوي. هو طبعا يعني الطريقة دي بتاعته المتعارف عليه، مش عارفة كله بقى بيضيف زبادي ولا ايه، بس انا الزبادي ده يعني بابا الله يرحمه، هو كان شغال في يعني في فندق، وفي الفندق اللي هو شغال فيه ده كان الشيفات في المطعم يعني بيعملوه بالطريقه ديت. احنا كنا بنحط له لبن بس. ساعتها بابا الله يرحمه قال لنا يعني على موضوع الزبادي ده، من ساعتها ما بعملهوش الا كده. ادعوا له بقى بالرحمه، بجد كان احن ويعني واطيب اب في الدنيا كلها. الله يرحمه يا رب ويسكنه الفردوس الاعلى وهو جميع موتانا يا رب. بصوا بقى، انا بص عمال ما صورت لكم المقطع ده، انا الكوبايه دي كلها كانت اتنسفت، شربتها كده بجد طعمه حلو قوي. ودول بقى قلت عنهم في التلاجة كده، اولادي يعني لو عايزوا يشربوا او حاجه. بس كده يا حبايبي، الفيديو بتاعنا يكون خلص، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.